السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم كده في نقطة كده يا جماعة كده عن الخلية الكهروضوئية. الخلية الكهروضوئية طبعا دي كانت فكرة عملها الانبعاث الكهروضوئي أو ظاهرة انطلاق الإلكترونات من أسطح المعادن عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب عليها. فكان عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب على السطح المعدني المقعر اللي هو في الخلية الكهروضوئية، فكانت الإلكترونات تتغلب على حاجز جهد السطح وتتحرر. فالخلية الكهروضوئية دي كانت بتتركب من أنبوبة مفرغة من الهواء تحتوي على رقم 1 سطح معدني مقعر. مقعر عشان حاجتين: عشان يجمع أكبر قدر ممكن من الضوء الأشعة الساقطة عليه، وعشان يطلع أكبر عدد من الإلكترونات، تبقى مساحة سطحه كبيرة أفضل ما تكون مساحة سطحه مستوية مش مقعر. ومقعر كمان عشان الإلكترونات لما تنطلق وتتحرر نحط هنا كده سلك رفيع اللي هو الأنود، اللي هو المصعد، يلتقط الإلكترونات المنطلقة من الكاثود. يبقى هذه الخلية الكهروضوئية تتركب من أنبوبة مفرغة من الهواء تحتوي على سطح معدني مقعر. مقعر عشان تبقى مساحة سطحه كبيرة، ونحط السلك الرفيع عند البؤرة عشان تجمع الإلكترونات. ماشي، يبقى سطح معدني مقعر تنبعث منه الإلكترونات عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب عليه. بعدين سلك رفيع، لازم يكون رفيع حتى لا يحجب الضوء الساقط على الكاثود. بعدين طبعا ان انطلاق الالكترونات من اسطح المعادن يتوقف بالدرجة الاولى على تردد الموجة الضوئية الساقطة بصرف النظر عن شدتها. يعني لو كانت الفوتونات الساقطة دي طاقتها كانت اكبر من او تساوي دالة الشغل فسوف تتحرر الالكترونات. اما اذا كانت طاقة الفوتونات الساقطة اقل من دالة الشغل فلا تتحرر الالكترونات مهما زادت الشدة. وكنا قلنا 3 حاجات ساعتها: لو كانت الطاقة أقل من دالة الشغل لا تتحرر الإلكترونات، لو كانت تساوي يبقى بالفعل يكاد أن يحرر، وإذا كانت طاقة الفوتونات الساقطة أكبر من دالة الشغل فسوف تتحرر إلكترونات. وبزيادة الشدة يزداد عدد الإلكترونات المتحررة، إنما لو زودت الطاقة يبقى طاقة حركة الإلكترونات تزداد. كل ده ما فيهوش مشكلة في الجزء اللي احنا خدناه. طبعا احنا هنا كده موصلين السلك الرفيع بجهد موجب، وده الطبيعي عشان يساعد ويزود طاقة حركة الإلكترونات. ماذا يحدث إذا تم توصيل السلك الرفيع اللي هو الأنود بجهد سالب؟ خلينا نشوف. لو رسمت خلية كهروضوئية، ادي سطح معدني مقعر، لما الضوء يسقط على السطح المعدني المقعر السلك ده موجود عند بؤرة العدسة أو بؤرة السطح المعدني، فالإلكترونات هتتحرر وتتغلب على حاجز جهد السطح، يقوم يلتقطها السلك الرفيع. بعدين احنا لو وصلنا السلك الرفيع ده بجهد سالب، وليكن مثلا خلينا نقول مثلا ان الالكترونات اللي كانت طالعة من السطح المعدني 100 الكترون، 100 الكترون مثلا طالع من السطح المعدني 100 الكترون. لو حطيت جهد سالب، طبعا السالب هيعمل تنافر مع الالكترونات المنطلقة، وبالتالي عدد الالكترونات اللي طالع واللي هيوصل للسلك الرفيع ده هيبدأ يقل. وليكن مثلا عدد الالكترونات اللي هيوصل مثلا 80 الكترون، وهيرجع كام؟ يرجع 20. يبقى ال20 دول
حدث بينهم تنافر وبين القطب السالب. وليكن مثلا لو كنت مطبق جهد قدره مثلا 1 فولت، يبقى أنا لما طبقت جهد قدره 1 فولت، ال1 فولت دول طبعا عملوا تنافر مع الإلكترونات المنطلقة من السطح المعدني، فرجع مثلا 20 إلكترون ووصل وعدى. وطبعا التيار اللي مشي ناتج عن 80 إلكترون. ماشي. وليكن مثلا لو زودت الجهد إلى 2 فولت، من ال100 إلكترون دول مثلا هيتنافر وليكن مثلا 50، هيرجع 50 إلكترون و50 إلكترون هيكملوا. طبعا ال50 إلكترون دول واخدين أكبر طاقة حركة من طاقة الفوتونات الساقطة، يبقى شدة التيار الكهروضوئي بتقل لما بزود الجهد الخارجي ده اللي هو الفي. طيب لو خليت وليكن مثلا الجهد قدره 3 فولت، طبعا 3 فولت من ال100 إلكترون اللي كانوا طالعين هيتنافر مثلا 80 ويمشي 20، يبقى التيار الناتج عن ال20 إلكترون هيكون أقل. وليكن مثلا لو خليت الجهد قدره 4 فولت، 4 فولت، 4 فولت دول مثلا لما طبقت جهد عكسي 4 فولت، خلى ال100 إلكترون يتنافروا كلهم ورجعهم كلهم. يبقى في الحالة دي كده ينعدم التيار الكهروضوئي. في هذه الحالة ال4 فولت دول أقول عليهم جهد الإيقاف. يبقى جهد الإيقاف في هذه الحالة يساوي 4 فولت. طبعا الجهد ده لما أحسب الطاقة الناتجة عنه اللي هي ال EV، دي تساوي طاقة حركة أسرع الإلكترونات المنطلقة من السطح المعدني. يبقى لما يكون جهد الإيقاف أضربه في شحنة الإلكترون اللي هو يديني طاقة الإلكترونات تساوي طاقة حركة الإلكترونات، يبقى في الحالة دي يبقى الجهد ده كافي لأن هو يعمل على إيقاف أسرع الإلكترونات المنطلقة من السطح المعدني. وفي الحالة دي طبعا ينعدم التيار الكهروضوئي. يبقى على سبيل المثال ال1 فولت مش جهد إيقاف، ال2 فولت مش جهد إيقاف، ال3 فولت مش جهد إيقاف، ال4 فولت جهد إيقاف. طيب يبقى لما أقول العوامل التي يتوقف عليها جهد الإيقاف، يتوقف على طاقة حركة أسرع الإلكترونات. بمعنى إن لو طاقة حركة الإلكترونات كانت كبيرة يبقى هتحتاج جهد عكسي كبير. تمام. يبقى بزيادة طاقة حركة الإلكترونات يبقى نحتاج إلى جهد أكبر، يبقى يزداد جهد الإيقاف. طيب لو زودت جهد الإيقاف عن 4، ما هو كده كده 4 فولت كافيين لأنهم يوقفوا أسرع الإلكترونات. فلو طبقت جهد قدره أكبر من 4 فكده كده عادي، وكده كده ال4 أصلا كانوا كافيين إن هم يوقفوا أسرع الإلكترونات. فلو طبقت 5 6 7 مش ملهمش لازمة إن احنا نطبق جهد أكبر من 4. يبقى ال4 ده أنا لما أجي أوصف بقى جهد الإيقاف هو أقل جهد عكسي، أقل جهد عكسي يكفي لمنع وصول أسرع الإلكترونات المنطلقة من الكاثود إلى الأنود، وعندها تكون شدة التيار تساوي 0. يبقى أنا لما أقول س متى ينعدم التيار الكهروضوئي؟ عندما يسقط ضوء تردده
أكبر من التردد الحرج. الله، المفروض إن طالما تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج تتحرر الإلكترونات ويكون في تيار كهروضوئي. إنما متى ينعدم؟ عندما يتم توصيل الأنود بجهد عكسي، ويكون جهد الإيقاف مضروبا في شحنة الإلكترون مساويا لطاقة حركة الإلكترونات. خلينا نشوف سؤال اللي كان جه في الامتحان الاسترشادي السنة اللي فاتت. السؤال بيقول: سقط شعاع ضوئي طوله الموجي لامدا تساوي 550 نانومتر، يعني في 10 أس سالب 9. طبعا احنا هنجيب طاقة الفوتون الساقط تساوي اتش 6 علامة 625 في 10 أس سالب 34 اتش سي على لامدا 6 علامة 625 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8 في 3 في 10 أس 8 على لامدا 550 في 10 أس سالب 9، يبقى 550 في 10 أس سالب 9. طلعت لامدا الإي تساوي 3614 في 10 أس سالب 19 جول. دي طاقة الفوتون الساقط. هنحولها للإلكترون فولت، هنقسم على 1.6 في 10 أس سالب 19 تساوي 2 علامة 259 إلكترون فولت. يبقى دي طاقة الإلكترونات، طاقة الفوتونات الساقطة. طيب السطح المعدني أهو، سقطت الفوتونات ومعاها طاقة 259 من 1000 إلكترون فولت. المعدن مش عارفين هياخد كام، اللي هي الاي دبليو. طبعا الاي دبليو كانت تساوي اي ناقص الكي اي. طيب هو بيقول هنا كده: اصبحت شدة التيار المار في الدائرة مساوية للصفر عند جهد قدره 1.5. اذا هذا الجهد كان عكسي، يبقى طاقة حركة الإلكترونات تساوي اي في تساوي 1.5 إلكترون فولت. يبقى طاقة حركة الإلكترونات تساوي 1.5 إلكترون فولت. يبقى 259 من 1000 ناقص 1.5. 259 ناقص 1.5 يساوي 0.759، يعني تقريبا 76 من 100 إلكترون فولت. يبقى دالة الشغل لهذا المعدن تساوي 76 من 100 إلكترون فولت. طبعا سؤال مهم جدا وفكرة جميلة من أسئلة الاختبارات الاسترشادية بتاعت السنة اللي فاتت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.